السلام عليكم. قبل ما نبداو الفيديو تاع نهار اليوم صليو على النبي المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. وصفتنا لنهار اليوم راح نديرو سفنج بدون عجن، يجي خفيف ناجح 100% وخير من تاع المحلات. دوك نروحوا على بركه الله للمقادير وطريقه التحضير. نروحوا على بركه الله للمقادير وطريقه التحضير. عندنا مغرفه كبيره تاع خميره تاع الخبز، عندنا ملعقه صغيره تاع سكر عادي، عندنا 2 كؤوس تاع ماء دافي، نخلط بالفوي باش السكر والخميره حتى يتفاعلوا ويمتزجوا. نخلط مليح، نضيف كاس تاع فرينه ونخلط. نخلط مليح، نزيدو نضيفو الكاس الثاني تاع الفرينه او الطحين ونخلط. المرحله هذه القوام تاع السفنج تاعنا يجي كيما البغرير. نكمل نخلط مليح بالفوي. السفنج هذا بدون عجن. نكمل نخلط ومن بعد نرجعو. شوفوا القوام زيماه. نغطيه بكيس بلاستيكي ونخليه يختمر حوالي 10 دقائق. شوفوا هنا الخليط بعد ما خليته ارتاح 10 دقائق يكون تفاعل. شوفوا كيفاه طلع مليح. نضيفوا هنايا الفرينه او الطحين ونضيفوا ملعقه صغيره تاع ملح. هنا نخلط بيدي من الاحسن. هنا هذه المقادير دارت لي 4 كؤوس تاع فرينه و2 ملاعق. نخلط مليح. هذا الكاس الثالث. نزيدو نضيفو الكاس الرابع ونخلطو. هنا الفرينه على حساب الحاجه وعلى حساب النوعيه تاع الفرينه. انا هنايا دات لي 4 كيسان و2 ملاعق تاع طحين. نكمل. شوفوا هنايا دوكا نحاولوا نخبطوه ندخلوا فيه الهواء. ساهل ما يطلبش وقت، بدون عجن. شوفوا زيماه. هنايا ديري واحد 5 دقائق وانتيا تخلطي فيه هكا بيدك، دخلي فيه الهواء، ما يطلبش وقت. نغطيه بكيس بلاستيكي نخليوه يخمر. شوفوا هنا بعد ما تفاعل نهبطوا العجين نحيولو تخمار. شوفوا زيماه. هنا شويه العجينه جات شويه سائله، نزيد نضيف لها. نضيفوا الفرينه. هنايا درت انايا هنا 2 ملاعق ونخلط. هاو القوام المطلوب اللي تحصلنا عليه. نغطيوها للمره الثانيه، نغطيوها تختمر ومن بعد نرجعوا نكملوا المراحل المتبقيه. هنا شوفوا بعد ما تضاعف الحجم ندهن يديا بالزيت ونهبط له تخمار. شوفوا زيماه. هنايا ندير كويرات
على حساب الحاجه. انا درتهم هنايا كبار، تحبي ديريهم كبار تحبي كيما تقدري ديريهم صغار. نكملهم كامل بنفس الطريقه، نكملهم كامل ومن بعد نرجعوا نتلاقاو مع بعضنا نقليوه. نروحوا لمرحله القليان. نجيبوا مقلاة، نحطوا فيها 4 ملاعق تاع زيت، تكون نار دليله، ونحلوا السفنج ونديروا هنايا تكون طاوه غامقه فيها الزيت غزير، نحطوا هذا هنا على نار متوسطه. شوفوا زيمه نحطوا نقليوهم. شوفوا زيمه جا منفخ ساهل. شوفوا زيمه ما يطلبش وقت. نكمل بنفس الطريقه، نحط في المقلاة ومن بعد نحطوه في المقلاة تكون غزيره بالزيت، تكون هنايا النار متوسطه عكس المقلاة الاولى. شوفوا كيفاه جا منبل. نحلوه في الوسط كما تقدري ديريه في البلون دو طرافاي وتحليه وتحطيه. شوفوا زيمه هنا ما حبيتش نكوبي. شوفوا زيمه جا منفخ جا روعه. نزيدو نحطوه هنايا في الزيت الغزير. شوفوا زيمه جا طالع. نزيدو نحلو وحده خلاف باش تكون الفكره واضحه. نزيد نحطها هنا في الزيت. شوفوا زيمه مجرد ما تحطيها في الزيت الغزير تتنفخ. نكملو كامل بنفس الطريقه. شوفوا زيمه جا منبل. هنايا لازم ديريه يكون ما تخليه يجي صفر، ما تخليهش يحمر بزاف. شوفوا زيمه نكمل كامل نقليه ومن بعد نرجعوا نتلاقاو في صحن تقديم. هاو السفنج تاع الفرينه بعد ما كملته. شوفوا زيمه دوك نقص لكم. شوفوا القرمشه، شوفوا جا روعه. شوفوا فارغ من الداخل. شوفوا زيمه جا هايل. نتمنى تجربوه. ولا عجبكم الفيديو هذا ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي اللي تعم الفائده. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.